يو واش الدراري معكم فيديو جديد. وفي اول فيديو ان شاء الله غيتحط في القناه. المحتوى اللي كنقدمه عباره عن قصص واقعيه، قصص غموض، يعني قصص من جميع الانواع. مرحبا بكم، دخلوا تابوناو في لاشين ديالنا باش ان شاء الله نكملوا في هذا المحتوى. وبلا ما نطول عليكم نبداو في القصه ديالنا اللي هي قصه غامضه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. في واحد لوطيل كان معزول شي شويه، وفاش كانت الشتا والجو بارد، واحد السيد جا وسول مول لوطيل على الغرفة رقم 39 واش راها خاوية. جاوبو مول لوطيل وقال ليه ايها سيدي راها خاوية. وسولو واش يمكن ليا ناخدها هاد الليلة. قال ليه مول لوطيل اوكي ما كاين مشكل، ولكن قبل ما يطلع داك السيد الغرفة ديالو طلب مول لوطيل موس، خيط بيض وحبة ديال الليمون. هنا مول لوطيل تعجب شي شوية من الطلبات الغريبة ديال داك السيد، واخا انه كان كيبان سيد عادي جدا، ولكن ما كان عنده ما يدير. جابها ليه الغرفة ديالو، وداك السيد ما طلب لا ماكلة لا شراب لا حتى شي حاجة اخرى. لحسن الحظ ان غرفة مول لوطيل كانت حدا الغرفة 39 اللي كان فيها داك السيد نيت، حيت لوطيل كان صغير. من مور 12 ديال الليل بالضبط مول لوطيل كيسمع شي اصوات مخيفة، اصوات الخبيط تقطيع. الصباح السيد اللي كان في الغرفة اختفى تماما، ما عرفوش كي دار ليها، كيفاش اختفى بديك الطريقة، وكأن الارض بلعات. وفي ديك اللحظة فاش دخل مول لوطيل لديك الغرفة لقى كلشي في بلاصتو تماما، حتى داك الموس وديك الحبة ديال الليمون اللي جابها ليه لقاهم كلهم في بلاصتهم، كأن حتى واحد ما كان بيت فيها ديك الليلة بعد الشهر. وفي واحد الليلة كان البرد والشتا كطيح، لوطيل كان خاوي. السيد مول لوطيل كان جاه الناس، ولكن في ديك اللحظة بالضبط جا داك السيد اللي كان جا في ديك الليلة الفايتة وطلب نفس الغرفة، هي الغرفة 39، وعاود ليه نفس الطلبات ديال المرة الفايتة. هنا مول لوطيل ما كان عليه الا انه يقبل. مول لوطيل مشى ينعس، ومن مورا 12 ديال الليل عاوتاني كيسمع نفس الاصوات، اصوات تقطيع والغوات، جاهد كتر وكتر من المرة الفايتة. الصباح غادي يفيق مول لوطيل وغيشوف في الغرفة مرة اخرى ما غيلقى حتى واحد. قال مع راسو راه داك السيد فاق في الصباح بكري ومشى في حالته. مول لوطيل راسو دارو علاش هاد السيد جا لهاد لوطيل بالضبط، وعلاش خصها هاديك الغرفة. وفي الليل كان مول لوطيل ديما قبل ما ينعس كيسمع نفس دوك الاصوات. فاش كيجي يشوف فيها في ديك الغرفة ما كيلقى فيها والو. دا الشهر عاود تاني ونفس السيناريو كيتعاود. جا داك خونا وعاود ليه نفس الطلبات الغريبة ديالو، والله طيشة فيه بواحد الشوفات بواحد النظارات غريبة. مشى وطلع للغرفة رقم 39، ولكن هاد المرة مول لوطيل بقى عاس على داك خونا. وصلت 12 ديال الليل، نفس الأصوات اللي كانت المرة الفايتة، أصوات مبهمة وغير معروفة، وهاد المرة كانت مجهدة كتر وكتر وكتر من المرة الفايتة. غيحل الغرفة وما غيلقى والو. داك السيد كان جالس بوحدو في واحد القنت وكيقرا واحد الكتاب. غيقول ليه ياك والو باس اسيدي. مول لوطيل ما غيردش عليه وغيسد الباب الغرفة، ولكن واخا هكاك بقى داخل الشك، بقى عاس وعاود تاني كيسمع نفس الاصوات. ولكن هاد المرة قرر انه يتصل بالبوليس، وهما اللي غادي يحلوا هاد المنشف. وبالفعل جاو البوليس، دخلوا للغرفة ما لقاو حتى هما حتى شي حاجة كتثير الشبهات. كان كلشي طبيعي تماما، كلشي بلاصتو. في الصباح غادي يفيق داك السيد اللي كان في ديك الغرفة، غيجمع حوايجو وغادي يهبط. غادي يقول لهم لوطيل انا غادي، وانا كملت المهمة اللي جيت على ودها. مول لوطيل بقى مجمد في بلاصتو ما قادرش يدوي. بس انا تلوى لانه داك الشيء اللي كان طرا ليه عمرو شافو ولا وقع ليه في حياته. غادي يمشي يقلب في ديك الغرفة الا وعسى يلقى شي حاجة. بقاش يقلب وما لقى والو، من غير واحد التصويرة ديال واحد البنت صغيرة. التصويرة كانوا فوقها شنقاطي ديال الدم. من تما داك السيد اللي جا داك لوطيل في دوك الليلات 3 ما عاودش رجع نهائيا. بقاو عدة تساؤلات تيدورو، شكون هو داك السيد الغامض اللي جا في ديك الليلة، رغم انه كان كيبان رجل طبيعي تماما
وشنو علاقته بديك البنت اللي كانت في ديك التصويره. سوا الدراري، هنا نكونوا وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. ما تنساوش الجيم وتبارطاجيو القصه مع صحابكم. بيس عليكم.